عبد الباسط الساروت أسد الثورة وبلبل الثورة السورية من مواليد حي البياضة بمدينة حمص، كان حارس مرمى لنادي الكرامة قبل أن يكون حارس الثورة ورجلها. وعند بدء العدوان من جيش الأسد التحق بالمظاهرات على الفور، وترك كرة القدم ليظهر وهو على الإكتاف لينشد للمتظاهرين والإحرار، ولقبه منشد الثورة وبلبل الثورة. وحتى الآن تردد أناشيده في أنحاء سوريا وكل مكان للشرفاء والأحرار. وقد فرضت قوات النظام حصار خانقا على مدينة حمص، وقرر الساروت عدم الخروج منها، ويقرر حمل السلاح لمواجهة عنف النظام على الرغم من العروض الكثيرة التي قدمت له من النظام وغيره لكي يتنازل عن رأيه وينضم لقوات النظام. وكان قد رفض الساروت، وكان رده عليهم هو السلاح. وقد خسر الساروت خلال الأيام الأولى بالحصار أخيه الأكبر، وقد عانى الساروت من العديد من الإصابات والجروح بمختلف